مساء الخير. ملأت المملكة اليوم فراغ الدولة برجل من رتبة أمير، هو عبد المحسن لآل سعود، متحصنا بلقبه. ضبط في مطار بيروت متلبسا بتهريبة العصر، والتهريبة ليست أثاثا منزليا ولا قطعا أثرية، بل أثاث دماغي ينهى عن المعروف ويستحضر المنكر. هي عاصفة حزم الحقائب المخدرة. طنان من حبوب الكبتاغون قدرت قيمتها ب250 مليون دولار، وإذا ما قرشت بالعملة السعودية يصل الحساب إلى أكثر من 900 مليون ريال. طنان من الممنوعات معلبة كالحقائب الدبلوماسية، ممهورة بالخاص وعلى الطرود شعار المملكة. السفير السعودي اتصل بالمعنيين مستفسرا ولاذ بصمت لا كلام حوله ولا قوة. في الشكل يسجل للعين الأمنية وقوى الأمن تحديدا صيدها الثمين، وللقاضي دانش ربيع استجواب جريء عابر للأمراء، بحيث أظهر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان أن في هذا الجسم القضائي فئة لا ترتضي بدور شرابة الخرج لدى السلطة السياسية. وفي المضمون وجهة التخدير كانت لمملكة تحكم في هذه الجرائم بحد السيف، وتنزل حكمها المبرم بقطع الرأس بحق متعاطيها ومروجها والمتاجر بها. ولأن الجرم حدث في الأجواء اللبنانية فالحكم متروك لتحقيق نفى فيه وزير الداخلية تلقيه أي اتصال بشأن الأمير الموقوف، والتحقيق يجري بشكل جاد ومن دون ضغوط. ومن أمير التهريب إلى أمراء السياسة الذين تحلقوا حول طاولة الحوار في جلسته الثامنة بغياب فؤاد وبطرس بداعي السفر واعتذار جنبلاط بتقرير طبي. وحده الكتائب علق المشاركة في طاولة ما لامست هم المواطن. 3 ساعات نالت منها مواصفات الرئيس حصة الحوار، وأجمل ما في تلك المواصفات أن يكون الرئيس طالع ريحته تماشيا مع الموضة السائدة. وشر البلية ما يبكي ولن يضحك. طوفان النفايات الذي اجتاح شوارع لبنان لم يبلغ زبا ساحة النجمة، إذ تركت السيول إلى نصف الساعة الأخير من جلسة الحوار، لكنها لم تجرف معها قرارات بحجم الكارثة، ولم تحرك ساكن استقالة، ولم تكسر من عنجهية سلطة لا تعلن حالة طوارئ. وجل ما توصلت إليه تحقيقات رئيس الحكومة أن أرتال النفايات وهي تغزو الطرقات مجرد فيلم قصير فبرك في عز الصيف، وأن الأمطار ما هي إلا مؤثرات مشهدية وصوتية. خيال سلام لم يكن تمام، واصطناع فيلم الهروب إلى الأمام لا يعفيه من المسؤولية. وأبعد من أفلامنا المدبلجة وكلام رئيس حكومتنا المصطنع، ثمة حقائق تتبلور بالصوت والصورة على الأرض الإقليمية. فبعد عاصفة السخوي ولقاء الكرملين بين بوتين والأسد، بانت بشائر الوساطة العمانية على الأرض الدمشقية بلقاء جمع الأسد بوزير الخارجية يوسف بن علوي، الذي أكد حرص السلطنة على وحدة سوريا واستقلالها، وللسلطنة الباع الطول في مد جسور التلاقي وحل الأزمات. والتجربة أظهرت أنها تقود الوساطات بعقل بارد وتجمع الأضداد في الحديقة الخلفية للصراعات، وبشبكة صداقاتها العابرة تحولت مسقط رأس الحل للكثير من الأزمات المعقدة. واليوم مفتاح بوابة الشام أصبح في عهدتها.